السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: بحث تفعيل برامج التنمية في بارنتو ومغرقا. تدني القطع الجائر للأشجار في حقات. تأهيل الأسر المحتاجة في شمال البحر الأحمر. 4 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية قرب بغداد. قتلى في ثوران بركان بنيوزيلندا. وارتفاع مبيعات الأسلحة في العالم بنحو 5%. أهلا بكم مشاهدينا. عقدت اجتماعات في مديريتي بارنتو ولوغو عنسبة للدفع بالأنشطة المجتمعية في التنمية والبنى التحتية. وذكر حاكم اقليم القاشبركة السيد أبرهة غارزا في الاجتماعين اللذين عقدهما يومي 3 و5 من ديسمبر القيام بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ فاعل للأنشطة التنموية الشعبية بتنظيم أقوى العام المقبل إلى جانب برامج التنمية الكبيرة التي تسيرها الحكومة. وأشار إلى التركيز في أعمال حماية التربة وحفظ المياه والتشجير وصيانة الطرق وإصلاح مساقط المياه ومصادر المياه وصيانة مؤسسات الخدمات الاجتماعية وتقوية برامج إصحاح البيئة، داعيا لتعزيز المشاركة الشعبية والمؤسسات الحكومية لتحقيق الفعالية. وأكد المجتمعون جاهزيتهم مقدمين مطالب بتوفير معدات العمل والقضايا المحتاجة للحل المرتبطة ببرامج النفير. وأكد حاكم الإقليم السيد أبرهة غارزا القيام بجهود لحل المسائل المطروحة على مراحل بالتفاهم مع الجهات الحكومية المختصة، موضحا بأن الحل الأساسي يتمحور بالجهد والعمل، مناديا بتعزيز المشاركة المجتمعية لإنجاح البرامج. أوضحت سلطة الغابات والحياة البرية انخفاض نسبة القطع الجائر للأشجار في مديرية حقات هذا العام. وأوضح مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد تخلاي في السهاية القيام بتوعية مكثفة في جميع الضواحي هذا العام للحد من اقتلاع الأشجار وتنظيم الحراسة بأفراد مختارين من السكان وتشديد الإجراءات العقابية لمرتكبي اقتلاع الأشجار. وتحسن الوضع في ضواحي عد أري وشبق وعد عمر التي شهدت وضعا مقلقا لاقتلاع الأشجار، مشيدا بتعاون واهتمام العاملين في الحراسة وأعضاء وزارة الزراعة ومكتب الغابات والحياة البرية وأعضاء الجيش الشعبي والإدارات. وأشار إلى تحقيق نتائج جيدة لحماية الأشجار في ضواحي أشرة وقلاس والجناق وفانا وإدامر وبادوب. وستتخذ الإجراءات الجادة بالتفاهم مع الجهات المعنية لمناطق حقات وأونجلي وعد النصور وعد فاكاي التي تشهد اقتلاعا للأشجار. وتوجد في مديرية حقات الكثير من الأشجار الكبيرة المستوطنة ذات الأهمية التاريخية والبيئية والاقتصادية والتراثية. قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم شمال البحر الأحمر بتأهيل 118 أسرة محتاجة بالماشية هذا العام بتكلفة 1,180,000 نافع. وقدمت الماشية بمبلغ 10,000 نافع لكل أسرة في مديريات قرورة ودوبعة ونقفة وقلعلو وشعب وأفعبت ومصوع. وأوضح مسؤول الرعاية الاجتماعية في المكتب السيد إسماعيل عثمان أن الدعم قدم للأسر التي يرعاها المعاقون وليس لها مصدر دخل، وقد تم تأهيلها حسب الطلبات بالماعز والثيران والدواب. وأشادت الأسر الحاصلة على الدعم بالاهتمام الحكومي، مؤكدة العمل لتحسين معيشتها. يقوم المواطن يوسف تولدي من قرية قاقبدا بضاحية عد بزاغي في مديرية دباروا بجهود بناءة منذ عام 2014 لحماية التربة وحفظ المياه والتشجير. وقال المواطن يوسف أن التغيير يأتي بالعمل الدؤوب وأنه قام بقرس أكثر من 7,000 من مختلف الأشجار عام 2017 في مساحة هكتارين، مساهما في إخضرار الأرض. وذكر المواطن النموذجي يوسف أنه رغم النجاحات التي حققها في التشجير فإنه قد واجه تحدي عدم وجود المياه عن قرب والذهاب مسافة نصف كيلومتر لجلب مياه الري من السد. وقد ولد ميدالية التشجير النموذجي في 15 من مايو 2018 بمناسبة اليوم العالمي للتشجير. ويعمل المواطن يوسف تولدي أيضا في تربية النحل لملائمة المنطقة للمناحل، وذلك بإقامة أكثر من 36 منحلة. وقال مدير الضاحية السيد قبرهيوت رزقهير أن السيد يوسف
يعتبر مواطنا نموذجيا بعمله وتغيير محيطه، داعيا الجهات المختصة لدعمه. وذكر عمدة القرية السيد قبر سلاسة الرأي أن السيد يوسف يعتبر مثالا لسكان المنطقة وجوارها لتفانيه في العمل ونجاحه. عقد في مدينة كرن في 7 من ديسمبر الحالي سيمينارا لتعزيز المشاركة الواعية للشباب لتنفيذ البرامج بتأطير وتنظيم قوي في المرحلة الجديدة. وقال شاب سامسون برهيم من وزارة التنمية الوطنية في السيمينار الذي شارك فيه الشباب العامل في المؤسسات الحكومية وأفراد قوات الدفاع أن الشباب باعتبارهم عجلة التطور وعماد الاقتصاد، فإن من المهم الارتقاء بوعيهم وتنظيمهم، وهي ليست مهمة جهة بعينها. وقدم توضيحا موسعا عن دور ومساهمة الشباب التي قبل وبعد الاستغلال، حيث كان النضال قويا وانتصر ضد كافة الأفكار دون الوطنية، ويتطلب مضاعفة الجهد والوعي العالي في العهد الجديد ارتكازا على الأسس المتينة التي كانت. وذكر تنفيذ برامج التنمية الاستراتيجية حسب الأولويات لإحلال العدالة الاجتماعية، ويجري العمل بتوسع لتسخير موارد الزراعة والثروة البحرية والسياحة والطاقة والمعادن والصناعة والنقل والاتصالات لمصلحة الشعب والوطن. من جانبه أوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة الشاب أزازي برخت آب أن الانضباط والتحلي بالقيم السمحة أساس الشاب الوطني الكفؤ، داعيا المجتمع والمؤسسات الحكومية لمنح الأولوية لهذا المجال. من جانبه أوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين أن القدرات البشرية عامة وقدرات الشباب خاصة هي المورد الأساسي التي تعطى الأولوية، داعيا الشباب لتطوير قدراتهم لتنفيذ أعمال منتجة ملموسة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أصيب 6 جنود بجروح بعد سقوط 4 صواريخ على قاعدة عسكرية قريبة من مطار بغداد الدولي، بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية في بيان في آخر هجوم صاروخي ضمن سلسلة حوادث تزايدت مؤخرا. وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفرنسية أن جميع الجرحى هم من قوات مكافحة الإرهاب التي تعتبر قوات النخبة في العراق، وأشارت إلى أن من بين الجرحى 2 في حالة حرجة. يذكر أن هذه القاعدة تأوي جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، ويعتبر هذا الهجوم هو التاسع خلال 6 أسابيع ضد قواعد تضم عسكريين أمريكيين أو السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن غالبا ما توجه الاتهام إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران. قتل 5 أشخاص على الأقل في ثوران مفاجئ لبركان وايت آيلاند الذي يقصده السياح في شمال نيوزيلندا، وفق حصيلة مؤقتة للشرطة التي رجحت ارتفاع عدد الضحايا. وقال جون تيمز نائب قائد الشرطة أن أجانب ومواطنين كانوا في وايت آيلاند وقت ثورة البركان حسب ما نقلت رويترز. وأضاف أن الشرطة لم تحدد بعد عدد من كانوا على الجزيرة، وأن خدمات الطوارئ لا تستطيع حاليا الوصول إليها نظرا للمخاطر الحالية في الموقع. وذكرت مجموعة إخبارية أن ما يصل إلى 20 شخصا ربما كانوا في وايت آيلاند وقت ثوران البركان الذي يعد أحد أنشط البراكين في البلاد. ارتفعت مبيعات الأسلحة في أنحاء العالم بنسبة 5% تقريبا في عام 2018 في سوق تهيمن عليه الولايات المتحدة، وفق تقرير جديد نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبلغت قيمة مبيعات أكبر بالشركة لتصنيع الأسلحة 420 مليار دولار، معظمها في السوق الأمريكي وفق التقرير. وبلغت حصة المصنعين الأمريكيين 59% من السوق، أي 246 مليار دولار من المبيعات،
بزيادة نسبة 7.2% عن العام الذي سبقه. واستفادت الشركات الأمريكية من قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بتحديث قواتها المسلحة لتعزيز موقعها في مواجهة الصين وروسيا. وذكر التقرير أن هذه الزيادة لا تتعلق فقط بالطلب الداخلي القوي، لكن أيضا بتواصل نمو مبيعات الأسلحة إلى دول أخرى، وخصوصا صادرات منظومة الدفاع الجوي S-400. قال مسؤول كبير في قطاع الصحة بماليزيا أن الأطباء شخصوا إصابة رضيع عمره 3 أشهر بمرض شلل الأطفال، وهي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في البلاد منذ نحو 3 عقود. وذكر المدير العام للصحة في ماليزيا نور هشام عبد الله في بيان أن الرضيعة من ولاية صباح الواقعة في جزيرة بورنيو، وأثبتت الفحوصات إصابته بشلل الأطفال بعد نقله إلى المستشفى مصابا بحمى وضعف في العضلات. وأعلنت ماليزيا خلوها من شلل الأطفال عام 2000 بعد الإبلاغ عن آخر إصابة معروفة بالمرض عام 1992، ويأتي ظهوره بعد أشهر فقط من إعلان الفلبين الواقعة شمال بورنيو عن أول إصابة بشلل الأطفال منذ عام 1993 في سبتمبر. ولا يوجد علاج لشلل الأطفال الذي يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب شللا يستحيل شفاؤه في غضون ساعات من الإصابة، ولكن يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيم. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.